اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا طول عمري بعمل القلقاس اللي هو الاخضر ده بالسلق وبالكزبره، بس اكتشفت في الفتره الاخيره كده ان في بلاد في محافظات عندنا في مصر بيعملوا القلقاس بالصلصه، فانا بصراحه اول مره اعرف الموضوع ده. في الفيديو النهارده هنعمل مع بعض القلقاس بطريقتين، القلقاس التقليدي اللي انا اعرفه كزبره وبالسلق، وهجرب كمان معاكم القلقاس الاحمر اللي هو بالصلصه ده واقول لكم رايي فيه واقول لكم طعمه ايه في الاخر. تابعي معايا الفيديو خطوه بخطوه، بس الاول انزلي اعملي لايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. ده يا بنات السلق اللي بنحطه على القلقاس عشان يديله اللون الاخضر وتحسي طعمه ملوش طعمه محايد، يعني ملوش طعم نفاذ، بس بنستخدمه عشان يدي للقلقاس اللون الاخضر الجميل بتاعه. بجيبه طبعا وبغسله وبنشفه كويس جدا، وباخد بس الورق، ما باخدش العيدان، انا ما بستخدمش العيدان خالص. باخد ورقه السلق اللي من فوق دي، هي دي اللي بنستخدمها. بحط كمان مع السلق كزبره خضراء، بس ما بنحطش لا شبت ولا بقدونس، كزبره خضراء بس مع السلق. باخدها برده بكون غسلاها كويس جدا ومنشفاها، وباخد العود من عند الورقه، يعني باخد الورقه بالعود اللي هي فيه، ما باخدش بقيه العود بتاع الكزبره. بس كده، هي دي خضره القلقاس اللي بتديله طعمه وريحته اللي تجنن. نيجي بقى للقلقاس. انا بشتري القلقاس الحجم ده اللي هو لا صغير قوي ولا كبير قوي، طبعا بكون غسلاها كويس جدا من قبل ما اقشرها، انزل اي طين فيها. اقطعي بقى جزء الرقبه الابيض ده، ملوش اي استخدام معانا، ما بيتاكلش. وبعد كده بقطعها وهي لسه بقشرها. الطريقه دي بتكون سهله عليا جدا، احسن ما اقشرها وهي سليمه. انا ما بعرفش امسكها، اولا بتبقى مزحلقه جدا، بتزفلط في ايدك، متعرفيش تتحكمي فيها. لكن لما باخدها ترنشات كده وابدا اقشرها بتتقشر معايا بمنتهى السهوله. بشيل بقى طبعا اي حاجه فيها، هي سهله في ايدي اهي، ما بتتزحلقش، يعني هي بتتزحلق برده بس مش زي ما تكون قلقاسه كامله في ايدك انت عماله تقشري فيها وعماله تتزحلق في ايديك. بقشرها كويس كده، بشيل اي حاجه منها، بسيب بس من اول الطبقه اللي لونها وردي دي، والقلقاسه الحلوه تعرفيها من لونها الوردي ده. بعد كده بقطعها مكعبات، واخلي تقطيعه المكعبات بتاعه القلقاس تكون كبيره شويه عشان ما يتريش منك في الشوربه وينشي ويخلي الشوربه بتاعته تبقى تقيله كده، وما بتبقاش احسن حاجه. احسن حاجه ان الشوربه بتاعته تبقى خفيفه وهو صحيح كده وباين فيها، فخلي تقطيعته كبيره شويه، والخرط تكون قد بعضها عشان مفيش حاجه تستوي وحاجه تفضل نيه. بس كده قطعناه. هاتي بقى الحله بتاعتك وننزل فيها بالقلقاس. انا ما بغسلوش، طالما غسلته قبل ما اقشره بتبقى نظيفه في ايدي. خلاص بحطه في الحله، بحط عليه الشوربه يا دوب بس اغطيه، ما تزوديش عليه شوربه، وبرفعه على النار يستوي. على ما بيستوي بجهز له بقى الخضره بتاعته، شويه سلق على شويه كزبره. القلقاسه دي هتاخد ربطه سلق وربطه كزبره، بحطهم في الكبه، بديهم كوبايه شوربه سخنه وبضرب. في ناس بتخرطها بالمخرطه زي الملوخيه، ممكن تعمليها في الخلاط، المهم ان احنا نضربها وننعمها كده. القلقاس بتاعي استوى اهو، بقى زي الفل. هنزل بقى بالمصفى كده واصفي عليه الشوربه اللي كانت على السلق والكزبره بلونها الاخضر المزهزه الجميل ده، بتخلي لون القلقاس تحفه. بصفيها كويس كده بالمصفى، بعصر اي شوربه فيها، وبسيب بقى القلقاس يكمل سوا. هاتيلي بقى طاسه كده على النار، حطي فيها معلقه ونص سمنه بلدي او على حسب كميه القلقاس بتاعتك. بحط بس كميه سمنه حلوه، بنزل عليها بمعلقه توم مهروس، حمر التومه زي بتاعه الملوخيه، وبديها كمان رشه كزبره ناشفه. واول ما لون التوم يبدا يغير بنزل عليه بالخضره بقى اللي احنا صفينا من عليها الشوربه، السلق والكزبره. باخدهم من المصفى كده، التفل بتاع الخضره ده بنشف فيه بقى، لو في نقطه شوربه لسه فيه بنشفه مع التوم كده لحد ما احسها نشفت في الطاسه. ما تغمقيهاش قوي عشان ما يطلعش القلقاس بتاعك لونه غامق بزياده، يعني يا دوب بس كده تحسي ان هي نشفت ما فيهاش اي سوائل، ولونها بدا يبقى غامق سنه صغيره عشان تلون معاكي شوربه القلقاس. وبنزل بيها على القلقاس تقريبا كده استوى. لو لسه ما استواش بياخد له كمان 5-6 دقايق مع الخضره يغلي على النار، وخلاص كده بقى جاهز. هاتيلي بقى حله تانية وتعالي نعمل القلقاس ابو صلصه ده. هحط معلقه سمنه في الحله، واحط عليها برده معلقه توم مهروس، واول التوم ما يبدا يلون انا بنزل بالقلقاس اللي متقطع مكعبات، وبشوحه كده مع التومه لحد القلقاس ما ياخد من ريحه التوم واحس ان لونه بدا يغير. اول ما لونه يغير معاكي بنزل عليه بالصلصه، نص شفشق طماطم معصوره ومتصفيه. بس كده بقلب تقلبتين وبوطي عليها واسيبها لما تتسبك خالص. بحط له رشه كزبره، نص معلقه فلفل اسمر، وبزود بالشوربه علشان يستوي بقى. الطماطم مش هتسويه لوحدها. وظبطي الملح ووطي عليه خالص لحد ما يستوي. طريقته سهله جدا يا بنات، يا دوب فص توم كده بتشوحيه وتحطي عليه الصلصه، ما بيتقللوش ببصل زي الطبيخ العادي لانه القلقاس تقيل جدا في الاكل، تقليه البصل كمان هتقله اكتر.
على ما الاكل بتاعنا يستوي، القلقاس اللي بالخضره والقلقاس اللي بالسلق، هنحمر كوبايتين شعريه كويس جدا في معلقه سمنه ومعلقتين زيت، وانزل عليهم بكوبايتين رز. انا بعمل رز بالشعريه الكميه قد بعضيها، رز قد الشعريه، وبحمصهم مع بعض كده كويس جدا في السمنه وفي الزيت. معلقه ملح واظبط الملح بتاعه، وافضل احمص فيه لحد لو في نقطه ميه نزلت مع الرز تنشف، والرز الاقيه بيخرفش في الحله كده، بنزل عليه بالميه اللي بتغلي. لازم عقد الرز يتحط ميه بتغلي عشان ما يعجنش منك. عقله صباع واحده فوق الرز كده، ده العقد المظبوط بتاعه. 3 سنتي كده من فوق الرز، تشوف الميه واقفه من فوق الرز، هو ده العقد المظبوط بتاعه. بغطي على حله الرز، بوطي على الاخر واسيبه لما يستوي. خلاص كده الأكل بتاعنا جاهز. أحلى غدا مصري أصلي شتوي جميل يدفي، هو اللي هينفعنا في أيام البرد دي من غير أي افتكاسات. الرز بالشعرية والقلقاس، سواء بتحبيه بالسلقة أو بتحبيه بالصلصة، هيطلع معاكي مستوي وزي الزبدة وريحته تجنن. ده القلقاس اللي بالصلصة أهو يا بنات، وده اللي بالسلق، الاتنين مستويين زبدة. شايفة السوا بتاع القلقاس مظبوط جدا ومش منشي في الشوربه كمان، حاجه زي العسل. طعم القلقاس اللي بالصلصه مع الرز كانك بتاكلي بطاطس. اطبخوا بطاطس يا جماعه، ليه تحطوا القلقاس في الصلصه؟ بصراحه يعني ما حسيتش ان انا باكل قلقاس، كأن بطاطس بالصلصه بالظبط، بس طعمه بصراحه احلى كمان من البطاطس شويه. بس لو عندك حد ما بياكلش القلقاس اللي هو الاخضر اللي بالسلق ده، ممكن تجربي له القلقاس اللي بالصلصه، ممكن يحبه وياكله. بس كده حبايبي، ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبك، وجربي القلقاس بالطريقتين وقولي لي رايك في الكومنتات. ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.